مساء الخير، شلونكم؟ رمضان كريم، يا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة، ويا رب يتقبل من عندنا صالح الأعمال. هنا أنا اليوم جيتكم من بداية الفطور، بس شنو يا بنات، قبل كل شي نصلي على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا بديت وياكم من بداية العجين. فلازم يا بنات وين الفطور احنا بالنسبة لنا لازم خبز حار. هنا أنا بديت يعني من بداية ما عجنت وياكم، حبيت أشارككم هذا اليوم أول يوم فطور رمضان، وتعرفون يعني صادف يوم خميس وثواب وهيك شي، فتعرفون يعني الحمد لله والشكر هو بالخيرات، هو بالخير يعني. حتى لو كل شي ما عندك السفرة وحدها تلتم والحمد لله. هنا يا بنات بديت أعجن، وانتو شنو شوفوا. روح خذوا لكم فرة بالقناة إذا أول مرة تشوفون قناتي، خذوا لكم فرة بيها شوفوها، إذا عجبتكم اشتركوا بيها وخلوا اللايك وتعليق حلو مثلكم، على مود نستمر يعني هاي فترة رمضان ننزلكم فيديوهات، أنزلكم كلش حلوة. هسه يا بنات خليت الملح، وبعد ما عجنته وكملته يعني خليت الملح، وراح فد شوية يعني أعجن بيه وراح أخليه يرتاح. واللي احنا نقول يعني بصراحة نقول نخليه يعني نقعه فد شوية يرتاح، والنوب نرجع نلمه، لأن العجين ما يعني يصير زين ولا أبد لما شوية تخلونه يرتاح يلا تلموه، يلا تلقون يعني العجينة مالته هيك شلون أقولكم علاجية هيك مطاطية صايرة، وكل زين يعني حتى بخبز هيطلع كل زين. فهنا يا بنات عوفونا هسه راح أخلي العجين على النار. شلون أخلي العجين يرتاح وأروح أخلي الشوربة على النار. يلا خلي أكملها فد مرة. فهنا أنا بديت بداية قبل كل شي بديت بالشوربة. هسه تقولون ايش عجب بنات، أنا بدي أهدرها وأخليها على صفحة وأبدي بالفطور الأساسي يعني هو شنو راح أسوي. هنا شوفوا خليت شوية من الزيت، خليت قليل من الشعرية. طبعا شوفوا هي عدة طرق حسب يعني كل من حسب رغبته بالشوربة. وخليت معكرونة وراح أحمسها حمسة بسيطة. وشوفون هذا عندي العدس، هنا أنا ريشته وقلت لكم راح أحمسها حمسة بسيطة، راح أضيف لها ماجي وأضيف لها بهارات، هاي الكركم، وخليها ترتاح شنو هاي اليوم السحقات وخليها تحمس شوية هيج فد شي كلش بسيط، وأضيف لها العدس. شوفوا يا بنات موضوعنا عن الشوربة طبعا كل من وطريقته. اكو ناس تحبها يعني بس عدس وتخلي عليها اندومي وشعرية، اكو ناس يعني تخلي عدس هو هذا تهرسه بالمهراسة زين، اكو ناس تخلي تمن، وبعد حسب يعني هواي من الطرق. اكو ناس اصلا هاي الشوربة ما تسويها، تجيب هاي الشوربة جاهزة. بعد اكو هواي يعني، بس احنا لا، هاي طريقة تانية بالشوربة، واكو بعد طرق ثانية ان شاء الله اذا اسويها يعني فطور فد يوم ان شاء الله لا اقدر اصور لكم اياها. تمام، ومالكم دخل ببلاعيمي لان شوية تعرفون صايمة وقعدت من الصبح امنتج لكم الفيديو، يعني تعرفون بعد اكيد يعني الصوت شوية يصير ما ادري بيبوس. اي هنا أنا بعد ما ارتاح العجين خليت الشوربة على النار وارتاح عندي العجين، اجيت راح المه. تمام، راح ألمه وبعد ما أكمله هنا كملته رجعت وين ايش خليت، شوف ايش خليت. جيت خليت اندومي. اندومي طبعا ابو زيد ما يقبل نهائي الاندومي طب للبيت، انا خليته بالبسكوت بس اتمنى ما يشوف الفيديو. وخليت هاي بهارات الاندومي لان تعطي نكهة، صحيح انا مخليه ماجي بس هاي تعطي نكهة بعد اكثر. تمام، فيا بنات يعني ما ادري شلون يعني صورت الوادر ما مصورته احسن لي، بعد لا شافه الدنيا تنقلب علي، يعني ما يقبل نهائي الاندومي طب للبيت وما يقبل باي اكله يعني نخلي الاندومي. هنا بدينا بالاكل الاساسي واللي هو الرئيسي راح نسوي. شوفوا يا بنات، من بعد ما خليت الشوربة تتهدر ولميت العجين وكملت، بديت هنا هاي شوفون دجاجة اخذت لها حمسة بسيطة، وضفت لها هنا شنو ورق الغار والبصل والنوم بصرة البهارات، وهم خليتها فد شوية. شوفوا هنا هم عندي التركيبة تفور إذا ملاحظين زين. فشنو خليتها فد شوية وجيت ضفت لها المي وراح أخليها تفور يعني على راحتها لما تستوي، ومن بعدها أنصيها يعني مو حيل أخليها تستوي استواء بسيط وأنصيها
وأخليها هسه شوية تفور هي. من بعدها نصيها وخليها تذب المونة مالتها، لأن الأكل كله تشرب الدجاج ولا غيره يعني بكل شي ما يصير طيب إذا ما يتهدر. أنا هاي طريقتي بالطبخ، يعني فورة فورتين أنصيه خليه على راحة النوم. فهنا كملت هدرت التمن هم هنا تشوفون. بس شنو كان عندي بالبداية يا بنات؟ على أساس أسوي برياني. فلما وصلنا يعني أريد أسوي البرياني كان يقولون لا سوينا الحشوة على صفحة. قلت لهم وين؟ سويت البصل، سويت البوتيتة. قالوا هاي بعد روحي سوينا الحشوة على صفحة. قلت لهم يلا ماشي. فهم عرفت البصل والبوتيتة، لأن تعرفون الحشوة على صفحة ما يحتاج لها لا بوتيتة ولا بصل. إذا تحبون بصل عادي، بس البوتيتة لا. والحشوة إذا مو يعني برياني، البرياني لا عادي تحطين بصل بوتيتة جزر شو تحطين. فهنا يا بنات انحمسن وكملت هاي كلها. اجي ضفت البازاليا، ضفت الكشمش، ضفت مكسرات عندي من اللوز. زين ضفت هنا هاي بهارات البرياني، وخليت شوية من الملح. زين وعندي بعد مجموعة من البهارات ضايفتها بس ما ادري ما مصورتها. المهم هسه راح اخلي الاكل يتهدر واروح اخبز. وشوفوا بعد ادقلكم شغلة بنات، والله يعني كل الأسئلة شنو سويتوا فطور؟ قال برياني وتشريب دجاج، لو حشوة وتمن وتشريب دجاج، يعني كلها هيج. يعني تعجبت قلت شنو هاي الاتفاقية؟ كل هالناس يعني أول يوم، ولو هي أول يوم ثواب يعني، والناس تسوي البرياني تسوي غيره يعني ثواب، بس شنو كأنه ما متفقين. هذا اليوم كل هالناس مسوية نفس الشي، يعني الأغلبية ما أقولكم كلها، الأغلبية ياهل أسأل ياهل هاي من أقاربنا. غيرها شفت أكو بعض قنوات منزلين هم برياني يعني وتشريب دجاج وهيج. فالمهم هسه شنو اجيلكم بعد على شغلة ثانية بنات. ما قلكم اللحم السنة ما يتحاكى، يعني يمنا الكيلو ب20,000 و18,000 هيج، يعني حيل ما يتحاكى. فنقلب على الدجاج ونبقى على الدجاج أحسن لنا. بس لا الحمد لله والشكر، الله مكنه يعني عادي يقدر يشتري. والحمد لله يا رب يطعم كل جوعان وكل محتاج وكل ما عنده بحق محمد وآل محمد. هنا أنا حبيباتي بديت شنكت العجين، راح أروح أخبز ومن بعدها أجي أشوف شنو راح أحضر. إن شاء الله اللي أقدر عليه أشاركه وياكم. فهنا يا بنات راح أكمل الخبز وأروح أكمل باقي التحضيرات، لأن تعرفون يعني لازم هاي الحبشكلات هاي الشغلات نشوف شنو نسوي تحضيراتنا. يعني هاي الرقي البطيخ الخيار الطرشي هاي الحمد لله والشكر. وهنا أنا عندي هاي الكاستر قسم طبعا خليت عليه بسكت مطحون والقسم الثاني مبروش. هنا صبين الشوربة هاي اللبن خيرات الله وألف حمد وشكر. وهنا بديت أصب الفطور وراح يعني أطلع لي كم صينية للجيران. يعني هاي شلون نقول مشاركة ويا الجيران على مود قراءة الفاتحة، ويا رب يرحم موتانا وموتاكم. هذا فطورنا صبيته وكملت وألف حمد وشكر، ويا رب يطعم كل جوعان وكل ما عنده، وسهمكم ألف عافية من هذا كله.
يا بنات إذا حابين هم تتابعوني على الانستا وتشاركوني فطوركم سحوركم. هم أني أكثر شي أتفاعل هناك، يعني أكثر شي أنا على الانستا. إذا مرات يعني أغيب عليكم على اليوتيوب تلقوني على الانستا، يعني أنزل يومياتي كل أول بأول. فأنتوا إذا حابين هم تشاركوني يعني سحوركم فطوركم شنو اللي تسووه، يعني أنا تلقوني هناك دائما متفاعلة وموجودة. وهنا هاي الصينية بسيطة هم طلعناها للجيران، وطبعا البقية ما صورت لكم إياهن لأن شوية هوسة وقت الفطور تدرون الصير، يعني واحد تعال صب فطور حضر سوي هيج، يعني ما لحقت. هنا هذا فطورنا وسهمكم ألف عافية. وشوف التمر طبعا هذا اللي فرزته يمكن ما أدري وياكم، ما أتذكر ما صورت لكم إياه. شوف الوقت الفطور يلا تذكرنا التمر نطلعه لهسه جام الثلج، وقت الفطور هو جام الثلج. المهم ان شاء الله قال ابو زيد شنو يعني بلا صدق كذا بيجي تسوين، قلت له والله مجدوها وما اقدر يعني شوفني ما لحق. فهنا تشوفون بعد ما فطرنا وكملنا والف حمد وشكر انا بديت اجمع لهم ماعين. انا مود اروح اغسل بس شنو ما شاركتكم بالغسل لان دائما اغسل وياكم ماعين. فسويت هنا شوفوا يا بنات، حطيت هاي القدور كلها جلفتها ونظفتها وخليتها هنا تنشف بين ما جمعت هاي النواعم للبنات. لازم العدة بنات هم يشاركوا بالتنظيف، صحيح امتحانات فترة يعني هاي مدارس وفترة امتحانات وهيج، بس شنو لازم يشاركون. فش قلت اني قلت خل استغلها عاد بس اليوم يساعدوني. شنو اللي سويته، جمعت لهم هاي النواعم قلت لهم يلا تعالوا غسلوها اليوم خميس باكر جمعة عندكم. كان يقولون والله ما نلحق، قلت لهم ما ادري مشكلتكم تعالوا اليوم تساعدوني بذني ما اقدر لان تعبت. قالوا يلا تمام راح احنا نغسلهن. قلت لهم انتوا غسلوا ذن النواعم لان انا الكبار خلصتهن يعني شلتهن عنكم ما خليت لكم هوسه، واني راح اروح انظف الكاونتر انظف الطباخ جلفتهم. بس ما صورت لكم يعني من جلفت العيون تعرفون لان طبخ وهيك شي الا ما وياها يعني يتوسخ بعد ما ينظف شلون يعني يصير مزعج بالتنظيف. هذا بخور بيت الأسرة خليت من عنده، شوفون هاي المبخرة أنا شعلتها وخليت من بخور الأسرة. وبخور أكو نوعية ثانية طبعا جت الأم يعني هدية من أمريكا وشنو ودزت لي من عنده، بس البخور مالته بنات يقولون عطر يعني بس ما أعرف اسمه، خاف تحبون تسألوني لو شي لا ما أعرف اسمه. وهذا العصير شوفوه سويته وياكم عصير الرمان. هاي هنا طلعت لهم بطل على مود يموع وانطيهم من عنده على مود يعني شوية وانطيهم من عنده ورا الفطور شوية يروون قلبهم. هنا شوفون طبعا المطبخ عندي مظلم لأن بنات والله دائما يشوف وين رمضان تصدف المطبخ لازم يظلم كل سنة. فسويت خليت الستاند هنا أشتغل عليه وأكو إضاءة بالمطبخ ما أقولكم بس مو قوية لأن مطبخنا حيل كبير فالإضاءة تصير ضعيفة بي يعني مو قوية. وهسه حبيباتي تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو. بعد التعب ذاك كله صارت راحة نفسية على هذا التنظيف. ويا رب ألتقيكم فيديو جديد وإن شاء الله هذا الفيديو عجبكم، وأقولكم لهنا مع ألف سلامة وباي باي.